تجربة شيكابالا، تجربة الأباني وحسني عبد ربه، أنا مش عايز تتكرر تاني. مش عايزة تتكرر تاني بمعنى خالص. يعني بمعنى ان تجربه شيكابالا والأباني وحسني عبد ربه، نفترض مثلا لو ده حقيقي، انا زي ما قلت لك اشوف زيزو بفانيله الاهلي في اول مباراه رسميه، تبقى الموضوع بالنسبه لي انتهى. لكن نفترض دلوقتي ان في توقيع، نفترض ان في توقيع، تجربه ان شيكابالا تتعادلي تاني او الأباني تتعادلي تاني او لا اديني اجابه. ايه؟ لا اديني الله اجابه. اعلم. لا ما تقوليش الله اعلم، انت لسه دلوقتي قايل فما ترجعنيش ما ترقصنيش، انت عارف. الله اعلم. لا انت عارف عشان كلامك بالنسبه للناس مهم. الحاج صاحب البيت. لا ما فيهاش. طب اكمل بس دي. ماشي تمام. ان اصل انا رجعت في كلامي، اصل انا ممكن يعني رحت سالت اصل مش عارف ايه، فاخدها اوكو الاهلي بمنتهى السلاسه يقوم. التجربه دي في العصر اللي احنا فيه ده ما ينفعش خالص. والله لا ما ينفعش، انا مش مؤيدها خالص. يعني افرض جه مثلا زيزو تراجع عن التعاقد مع الاهلي، مش من انصارها، انا مش من انصار الكلام ده خالص. وقال للاهلي اديني عقودي انا عايز امشي. لو نفترض ان الكلام ده حصل وزي ما قلت لك، نفترض ان ده حصل في اتفاقات، في التزامات، في تعاقدات، في حاجات كتيره جدا، مش هتاخد عقدك، ما تاخدش عقد. في حقوق عندي، في حقوق ليا زي ما انا ليا حق، انت ليك حق. بس اللي اعرفه ان الاهلي حاطط شرط جزائي كبير. اتفقنا على حاجه معينه، خلاص انا التزم وانت تلتزم.